طب بص كده يا قلب اخوك، احنا لو جينا عند 3 نقط وجينا الرقم مش مسيف، كتبنا اي رقم ودوسنا مسج، جينا هنا وبعتنا فيروسات، وبعتنا تاني فيروسات، وبعتنا تالت فيروسات، هتشوف الفيروسات ما بتهنكش خالص زي ما انت شايف كده، كلها بتتبعت طلقة في نفس اللحظة زي ما انت شايف كده. الفيروسات اهي نسخة عظمة رايقة كده. تعالى بقى على 3 نقط تاني، تعالى على الممنوعات، تعالى بقى عند ايه، عند اضافات رهيبة يا روحي. تعالى بقى بص تعالى بقى بص، شاف كل دي مميزات هتبهرك في قلب النسخة. عندك بقى نظف النسخة، عندك البريفيسي بقى، تعالى كل دي برضه مميزات اهي. وجمع زر الفيروس بقى عشان مش هتهنج من اي فيروس يا قلب اخوك. يعني شوف حتى النسخة ما هنجتش واحنا مش مفعلين الفيروس. تابع الفيديو عشان النهارده جايب لك حاجات اقسم بالله بنت لذينة. يلا يا قلب اخوك، مستنيك تعمل لايك واشتراك. يلا. اهلا بك يا غالي، فيديو جديد ونسخة وصف جديدة، حاجة طرش زي كده يا قلب اخوك. فيديو جديد والنسخة دي دمار تمام. طيب اولا كده يا قلب اخوك، اللايك والاشتراك بتاعك عشان احنا ايه بقى كتير ما بننزلش فيديوهات وبتاع، فعايزين نرجع تنزل اول بس بقى الواحد مضغوط، ده حوار بقى مدارس وجامعات بقى ونقل بقى والكلام ده كله تبقى، فقدرنا اللايك والاشتراك بتاعك وبس كده. يلا بينا نسخة الواتساب تبقى معانا بالشكل ده. نبدأ نخش على النسخة اللي هينزل تحت في الكومنتات يجي يقول لنا نسخة كلب ونسخة ابو كلبة هيم بكرامة الارض. النسخ دي كلها يا جدعان اصلا اجنبية ومتعدل عليها. انا عايزكم تنزلوا بس في جروب الواتساب، شوفوني انا باخد النسخ من الناس بالباسورد بتاعها وبنزلها لكم. انا بس بسلي وقت مش اكتر. فاي واحد ابو كلبة امه معرفتش تربيه اصلا وهو صغير، انا هاخد نسخة من واحد اجنبي ومعدل عليه ويقول لي بتاعته ده عنده نقص تربية. انما انت خدت النسخة شرحتها حاجة عادية واصلة معاك. فاولا كده عندك النسخة بالشكل ده زي ما انت شايف، عندك كل حاجة في النسخة. هنبدأ كده يا اسطى، عندك هنا الاعدادات اهي، دي شكل الاعدادات من جوه. طيب لو جينا على 3 نقط تاني، عندك قطع نت عن النسخة، رسالة لطيفة يعني وكده. اعمل رومات جديدة، راستر نسخة، كلم رقم مش مسيف. لو دوسنا رقم مش مسيف كتبت الرقم هتدوس مسج هيفتح لك شات جديد تمام. عندنا بقى وضع الدارك مود ووضع اللايت مود زي ما انت شايف كده. طبعا ده بس عشان لو عايز تنزل ستوري اختصار يعني. وعندك هنا تغيير الاشكال، تغيير شكل الواجهة، عندك مثلا تاني واحدة ندوس سي تلاقي الشكل معانا بالشكل ده. النسخة لو اتحرقت معاك هتطلع كده، ما اتحرقتش على فكرة، انت تطلع بس وتخش تاني تلاقي النسخة اشتغلت معاك طبيعي مفيش اي مشكلة. زي ما انت شايف ده شكل الواجهة تمام. لو دوسنا تاني واخترنا شكل الواجهة الرابع ودوسنا سيف هتلاقي الشكل اتغير تاني معانا. طيب لو دوسنا مثلا ايه، هتجيب الاول بقى كده سيف، نيجي عند تغيير الاسطر هي اللي هتفرق يعني وهتبان. دوسنا التالي الرابع سيف هتلاقي شكل الاسطر اتغير معانا بالشكل ده واصله معاك. طيب ده احنا عرفنا كل ده. هنيجي بقى عند 3 نقط تاني، هنيجي بعد كده عند الممنوعات، هنيجي بعد كده عند البرايفسي. عندك اول حاجه تعطيل اخر ظهور، تعطيل اعاده توجيه، خصوصية الحاله، خصوصية المخصصه، واخفاء حالة العرض وحالة المكالمة وحالة الحذف ولا ايه، وظهر العلامة الزرقاء بعد الرد، ومكافحة حذف الفيروسات وكده وجهة الاتصال والحاجات دي كلها، ولا عايز تفعل النسخة الباسورد. طيب عندك تنظيف النسخة يا معفن، دي مالناش دعوة بيها، كلمة معفن ده واحد عارف كده يبقى. المهم عندك تنظيف النسخة، ده تنظف الداتا من النسخة وكده والحاجات دي كلها عشان لو انت النسخة بتتقل معاك تمام. النسخة قلب اخوك كنتوا مش معفنين انتوا في قلب يا جدعان. طيب اللايك والاشتراك بقى بتاعك. عندك بقى النسخة اللي هتقول الاستعادة هتركب معاك بسرعة وهتعمل الاستعادة وكده. عندنا بعد كده قلب اخوك، عندنا جميع ظروف فيروس. عندك بقى ظروف فيروس دي كلها، انا بص انا جايب لك بحاجه طرش زيك كده. عندك الحمايه من الفيروسات، وعندك الحمايه من فيروس الضغط والاموجي والفيروسات قراءة المزيد يعني، والصور والمستندات والشتات والملصقات وقطع النت، وكتالوج والويب والجديد تمام. وما تاخدش ده بقى، لو فعلته مش هتاخد كراش في الواجهه، فلو فعلته لو جالك كراش يعني، ده لو فعلته مش هيجيلك كراش التاني واصله معاك. عدم التهنيج لو بترمي فيروس، لو حد بيرمي عليك، لو هترمي على حد، كل ده برضه تبع كل ده. ما تهنكش فيروس الكول لو حد بيرمي عليك يعني لو حد بيرن عليك وانت بتهنج. عدم التهنيج من الصور، عدم التهنيج من الرسائل، عدم التهنيج من الكراش تمام. تعالى بقى كده تحت، عدم التهنيج من الكونكتات، عدم التهنيج من الفيديوهات واصله معاك. جميل. هنبدا نرجع كده خطوه لورا، نيجي بقى عند منوعات المجال الروحي. عندك بقى تغيير الاسم في الواجهه، انت انا غيرت الاسم تغير اسم النسخه. عندك تغيير كلمه اونلاين يعني بيظهر لك الشخص ده اونلاين ولا متصل، انت بتغير الكلمه دي على حسب ما انت عايز. تغيير نيمك يا روحي، هنا لو عايز تغير النيم ثانيه. عندنا اعمل روم بتاعي ومش عارف ايه، عندنا فك البلوك وغير رقمك. بعد كده قطع نت بملصقات تمام. هنا لو عايز تعمل قطع نت، قطع نت برسالة عشان الناس المعفنة الأهبل اللي بتخش تكتب ده اصلا النسخة مفيهاش قطع نت. لو بتسمعش فيديو لحد الآخر يا غالي، وخد أول رقم في الباسورد 40، واسمع باتل فيد عشان تعرف تاني رقمين تمام.
قطع النت برسالة زي ما احنا قلنا، قطع النت بصورة، قطع النت بمكالمة، قطع النت بتسجيل، قطع النت فيديو، قطع النت ايموجي، قطع حماية الهاتف من الفيروسات، مكالمات فيديو أثناء التشغيل، عكس الرسائل اللي حظر الأرقام، اسحب أي روم بدون أدمن، تحديد كل الفيروسات بضغطة، ابحث عن أي جهة اتصال مكونكت، حذف الرسائل أي شخص، دي لو فعلتها تحصل. دي بقى عندك إخفاء رقم الجديد، اكتب رقم هنا، قراءة الرسائل تلقائي وكده، مكافحة تحرير الرسائل، حماية من الفيروسات، شريط التنقل الرئيسي، خلفية فيديو في الشات. دي لو فعلتها هتلاقي عملت خلفية فيديو برا في الشات واصلة معاك يعني، بس مش عارف هي باينة مش شغالة فملناش دعوة بيها. تمام، شكلها فيك ففكك منها. نيجي بعد كده بقى قلب أخوك، عندك إضافات رهيبة. عندك بقى خطوط النسخة، عندك دي كلها خطوط نسخة، لو عايز تخلي خط النسخة زي الأيفون وكده وتبقى روش. عندك تعطيل الحالة، عندك بعد كده ظهور مين رفعك ادمن، وظهور مين نزلك ادمن وكده، وتعطيل الشتات المخفية، وتأكيد قبل ارسال الستيكر، وزر علامة المسؤول، وعرض الاتصال السريع، وموقع الاتصال. متنسوش لايك والاشتراك بتاع قلب اخوك عشان احنا بنتعب على الحاجات دي كلها. جودة الميديا وكده، عندك ابعت صورة بجودة عالية، ابعت فيديو بجودة 16 ميجا، ابعت صورة بجودة 16 ميجا، اسمع وانت بتتكلم، دي لو فعلته تسمع ريكورد وانت بتسجله يعني وكده. تمام. وعندك الحاجات دي كلها ما تفعلهاش لو انت معاك كارت شحن عشان ما تبقاش كحيان والرصيد بتاعك يخلص. تمام. عندك بعد كده تعالى نروح نفكك منها، بعد كده نطلع بره خلاص كده. نيجي بقى مثلا نخش على شات نشرح من اول وجديد عشان احنا شرحنا الشكل الشات من جوه. نكتب اي رقم، مسج. تمام. عندك هنا زي ما حكينا ده كله بتاع الفيروسات. تمام. عندنا بقى قلب اخوك، لو هنا عايز تبعت كونكت هتدوس على علامة القنبلة دي في اي دماغ واحد ما عملش لك لحد دلوقتي، بس لك كده واعمل ذاك الاشتراك. عندنا بعد كده هنا لو تكتب مثلا اي حاجة وتكتب الرقم اللي انت عايزه هتلاقي بتتبعت معاك كده طبعا. طيب. عندنا بعد كده السيرش، لو عايز تبحث عن حاجة في قلب الشات وكده زي ما انت شايف بالشكل ده. عندنا هنا بعد كده اللي هو لو انت عايز تعمل هيد اسمه ايه ده، عايز تعمل كتم للشاتات للشات وكده عشان تعمل ساعات اسبوع مدى الحياة وكده يعني عشان ما جالكش رسائل منه. طبعا دول بالانجليزي فانا بشرحهم لك واحده واحده. تمام. بعد كده عندنا هنا قلب اخوك، لو عايز تخلي الرسائل لمده معينه يعني مثلا زي 90 يوم، زي 7 ايام، زي 24 ساعه، زي اوف خالص يعني مش هتشتغل معاك، اللي هو الرسائل يعني تقعد فتره وبعد كده تمسح تاني المسجات. عندنا بقى الويل بيبر دي يا اسطى، لو انت عايز تغير صوره تدوس على كونش دي بقى، هتدوس هنا بعد كده تغير الصوره اللي انت عايزها. تمام. عندنا بعد كده قلب اخوك، بعد الويل بيبر عندنا اللي هو المور دي. بعد كده هنا لو عايز تعمل بلوك، ولو عايز تعمل اسمها دي، لو عايز تعمل شيت، ولو عايز تعمل ريد عامة حاجات بص زي ما تبقى فوق منها. بعد كده هنا عندنا قلب اخوك، لو عايز تبحث في الويب. معلش انا عارف ان انا بلعب بس معلش اللايك بتاعك ده. انا لو عايز تبحث في الويب هتكتب اي حاجة وتدوس سيرش هتلاقي جاتلك زي ما انت شايف كده معانا السيرش اهو. وبعد كده ده الاخيره دي اصلا لو عايز تعمل باسورد للشات وكده وبس. كنت شرحنا كل حاجه. طيب حاجه كده بسيطه عايز اقولها لك، احنا عملنا احنا وجماعه كده متجر صغير على الضيق على الحدق على الصدق الحاجات دي كلها. ما تنساش اسيب لك الرقم بتاعي في الوصف او اسيبه لك دلوقتي على الشاشه. الرقم ده لو دخلت عليه هتلاقينا بتنزل علب اخوك منتجات على الرقم ده للناس اللي عايزه. عامه احنا لسه بادئين اهو، مفيش اي حد وصل. الناس اللي عايزه اي حاجه من المنتجات اللي هتلاقيها جوه او المنتج اللي انا هعرضه دلوقتي اخش يكلمنا وكده. طيب هسيب لكم على المنتج بقى يتعرض قدامكم دلوقتي. وبعد كده لو انتوا حبيتوا المنتج وعايزينه خشوا كلمونا على الصفحه على الرقم اللي ظاهر قدامكم دلوقتي. تمام. وان شاء الله اسعار حلوه كل حاجه تمام. فبس كده هسيبكم على المنتج وهكلمكم تاني. قلت لك انت تخش على رقمي. تمام. هتلاقي بالشكل ده هتبعت عامة والحاجات دي كلها وهتلاقي الروبوت رد عليك والكلام ده كله. طيب في منتج معين انت عايزه تدوس على رقمي، بعد كده تنزل تحت هتلاقي المنتجات، هتدوس عرض الكل هتلاقي ظهر لك هنا ده كده منتج من المنتجات بتبيع الاختراق. لسه في منتج تاني بس قيد المراجعة اهو. تمام. ثانية بس. المنتج بتاع السوي شيرت ده، عندك سوي شيرت اهو على علامة القدس. سوي شيرت جامد. السوي شيرت عامل ده 30 جنيه من غير مصاريف شحن لأي مكان في مصر. ودي المقاسات ودي المواصفات، خش شوف بنفسك ومش هتندم. وبس كده قلب اخوك. مع السلامة. طبعا قلب اخوك بعد ما جيت على منتج تاني المنتج يعني عجبكم كده والصفحة عجبكم والحوار اللي احنا عملناه عجبكم. لسه حاجات جاية كتير ان شاء الله، ولسه حاجات هتنزل اصلا هنا يعني. طبعا احنا هنعمل مجتمع هنا والناس اللي عايزة مجتمع زي ده كده يعني اللي هو المجتمع بتاع الحاجات ده اصلا معاك بتاع اللي هو الواتساب يس.
الناس اللي عايزة تنضم هننزل بقى في لبس، وهننزل حاجات، وهننزل حاجات بقى بتاع اللي هو البنات مش هننساها والولاد مش هننساها، وحاجات جامدة ان شاء الله طرش. فاخركم في الباسورد ده البخوك 90. لايك والاشتراك بتاعك، يلا يا غالي، مع السلامة.